لازم تتاكد ان هو متاح للتسجيل، ولازم تسال حد متخصص في اجراءات تسجيل علامات تجاريه عشان يقدر يفيدك، لان مش كل اسم شخص هو قابل لتسجيل علامه تجاريه، لان ممكن يكون اصلا متعارض مع اسم تاني مسجل باسم شخص اسمه شبيه لاسمك. فبالتبعيه مش لازم ان انا اسمي محمود سليمان ان انا النهارده هسجل علامه اسمها محمود سليمان، وممكن تكون علامه محمود سليمان اصلا مسجله باسم حد تاني اسمه محمود سليمان، فوارد يحصل تعارض. ده بعد فتره لازم تبقى في حل، يا اما في حل قانوني ان انت تبدا تتنازع معاه قضائيا حوالين الاسم وملكيته، وتقدر تثبت لو انت صاحب الحق في الاستعمال او انت صاحب الاولويه في الاستعمال قبل الشخص ده، تقدر بموجب حكم محكمه تثبت ان انت صاحب الاولويه في الاستعمال. لو انت اثبتت للمحكمه ان انت صاحب الاسم في اثبات الاستعمال، لو انت صاحب الاولويه في الاستعمال، المحكمه تحكم لك بده. الواقعه المنشئه لملكيه العلامه التجاريه هي واقعه استعمالها وليس واقعه تسجيلها في الجهه الاداريه. الكلام ده معناه ان انت لو رحت سجلت علامه تجاريه وهي مش بتاعتك، من حق صاحب العلامه التجاريه الاصلي اللي عنده اولويه في الاستعمال انه يرفع عليك قضيه ويطلب شطب تسجيل العلامه التجاريه ديت، طالما هو معاه مستندات تثبت اولويه استعماله للعلامه التجاريه